اندونيسيا في محاولات متأخرة في زمن شوط المباراة الأول، لكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تأتي. يعني يحاولون أنه يهاجمون في أرضية الملعب، والهجوم حاضر في هذه اللحظات لأندونيسيا قبل نهاية شوط المباراة الأول. حذاري 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 حذاري. هدف أول للمنتخب الأندونيسي من لمسة أولى، ومن أول كرة، ومن أول وصول لمرمى جلال حسن. يسجل المنتخب الأندونيسي هدف تقليص الفارق في وقت يعني مهم جدا. أنتوني بن 20 يسجل هدف تقليص الفارق لأندونيسيا. أنتوني يقلص الفارق من كرة ميتة، كرة كانت ميتة. شوف الاستلام والتقدم من البديل بلمسة وباليسار، واحدة قوية استقرت في شباك جلال حسن. وفي هذه اللحظات أيها السيدات والسادة، صافرة الحكم الإماراتي أحمد عيسى تعلن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدفين. كان سجل أول بشار رسن، وتقدم بعد ذلك المنتخب العراقي بالهدف الثاني برأسية المدافع الأندونيسي جوردي، وقلص الفارق المنتخب الأندونيسي عن طريق أنتوني في الثواني الأخيرة من شوط المباراة الأول. كان معكم بالصوت والصورة منتصر حمد. أما الآن أنتقل إلى الزميل معاذ السامورائي وضيوفه الكرام من أجل التحليل على وقائع شوط المباراة الأول، فلا تذهبوا بعيدا. شكرا منتصر على شوط أول ينتهي بهدف.